ببني ملال، وعلى هامش تدريب القفز بالمظلات التي تجري أطوارها بمطار ولد عيش إلى غاية الشهر المقبل، اختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة للبطولة الدولية للقفز بالمظلات، والتي شهدت منافسة قوية بين الفريق العسكري المغربي ونظيره الفرنسي. قائمة بالعشيب وبكر بن غبريت وعمر شليتي. 76 مشاركا كانوا في الموعد السنوي مع البطولة الدولية للقفز بالمظلات. ان شاء الله نطلعوا للعلو ديال 4000 متر، وتنديروا التشكيلات اللي غادي نديروا في الجو ان شاء الله، باش نترينوا عليهم في الارض، باش من الفوق تنطبقوهم يكونوا مسانكرونيزين مزيان في الجو ان شاء الله. في هذه البطولة المنافسة كانت قوية بين المنتخب العسكري الفرنسي، فريق الجيش الملكي، وفرق تمثل مدن نيس وموناكو. بالنسبة للنزول مع الدقة، الفريق الفرنسي العسكري فاز بالمرتبة الأولى، في محل الفريق الجيش الملكي في المركز الثاني. بالنسبة للمسابقة الفردية، مو تاكيز من فرنسا في المرتبة الأولى، وعلى مستوى الثنائي فريق نيس للإناث حل في المركز الأول. لقد فزنا ب3 ألقاب مع الفريق النسوي. نحن سعداء بهذه النتيجة وبالترحاب الذي حظينا به ببني ملال. Cette année, la compétition a été très acharnée. Les équipes présentes ici sont de très haut niveau. On est très content des résultats qu'on a obtenus. C'est quand même classé 3e en vol relatif et 2e en précision d'atterrissage. Ce sont des résultats très satisfaisants. وفي ختام هذه البطولة الدولية في دورتها الرابعة، تم توزيع الميداليات والكؤوس على مختلف الفائزين في مختلف الأصناف. ويلاحظ من خلال هذه الصور أن رياضة القفز بالمظلات أصبحت في انتشار مستمر وتعرف شعبية كبيرة في مختلف أرجاء العالم. Everyone's a winner, we're making